لو بتدوري على ديودرنت يقضي على ريحة العرق، ما يسببش اسمرار، وكمان يفتح ويديكي ريحة حلوة، تعالي اقولك تعمليه ازاي وب5 جنيه بس. هتجيبي من عند العطار شابة مطحونة، ولو مفيش مطحونة ممكن تجيبيها عادية وتطحنيها انتي. هتجيبي ب5 جنيه بس، هتاخدي منها معلقة واحدة. واي نوع بادي لوشن عندك هتاخدي منهم برضو تقريبا معلقة. انا استخدمت ازها لوشن من ألبا فارم وترطيبه حلو جدا. عليهم هنحط نقطتين من زيت الورد، رهيب في التفتيح للاندر ارم وللبيكيني كمان. والازازة دي مش غالية خالص، انا كنت جايباها تقريبا ب20 جنيه. استني بقى، انتي مش قلتي مش هتكلفيني غير 5 جنيه؟ حبيبتي انتي جبتي الازازة بس ما اخدناش منها غير نقطتين 2 بس. منعنا ريحة العرق وفتحنا الاندر ارم، فاضل بس حاجة صغيرة ان احنا نخليه ريحتك حلوة. هتجيبي الازازة دي، ده مسك ابيض خام وموجود في اي حتة ورخيص جدا، وهو تقيل جدا، قوامه تقيل. هتاخدي منها نقطة واحدة بس، وهتقلبي كل دوت بقى كده مع بعض. هتقلبي لحد ما قوامه يبقى سايل شوية عن الكريم، مش سايل قوي بس سايل سيكة كده. لو عملت سيرش على الحاجات اللي احنا استخدمناها هتلاقي ان الشابة بتقتل البكتيريا اللي بتسبب ريحة العرق، مش بتمنع العرق. كمان زيت الورد بيفتح جدا جدا. واخر حاجة المسك اللي احنا حطيناه هيديكي ريحة النظافة اللي انت بتدوري عليها. نقطة واحدة من الكريم ده على الاندر ارم بعد الشاور هيخلي ريحتك تحفة، فواحة ماشية في البيت. عايزاكي دلوقتي تقومي تجربيه، وبعدها تعالي قوليلي الوصفة دي تاخد كام من 10.